تخيل معايا كده ان الزمالك بيدافع عن التحكيم المصري. نكتة جديدة من نكت نادي الزمالك وجماهيره حرفيا. لا، ولك ان تتخيل ان الجماهير فرحانين من البيان اللي الزمالك نزله بيدافع فيه عن الدوري المصري، وبيأكد ثقته بيدافع عن حكام الدوري المصري، وبيأكد ثقته التامة في حكام الدوري المصري، وان هو فرحان بوجود الحكام المصريين. الزمالك فرحان بالحكام المصريين. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. نكتة جديدة بقول لك، النادي الوحيد اللي هيفرحنا جوه مصر، والحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا اصلا في الحياة هو نادي الزمالك، والله بالنكت اللي بيطلعها. انا بقول لك من دلوقتي، الزمالك اول مباراة في الدوري يا اما هيتعادل يا اما هيخسر، وهيطلع يلعن في التحكيم المصري. حرفيا هيطلع يلعن في التحكيم المصري، وازاي الحكام دي موجوده، وازاي رئيس لجنه الحكام اللي هو بيقول ده انا باكد ثقتي فيه، هيطلع بص هيلعنهم كلهم حرفيا. طبعا نادي الزمالك ما طلعش بيان ان هو ياكد ثقته في الحكام المصريه الا بعد ما الاهلي نزل بيان ان هو بياكد على اتحاد الكوره قرارات واختيارات اقل ما يتقال عليها هي كلمة زبالة من اتحاد الكورة. حرفيا اتحاد الكورة لو قاصد ان هو يودي الكورة المصرية ورا الشمس مش هيعمل كده. اتحاد الكورة قاصد ان هو يخسف الارض بالكرة المصرية. اتحاد الكرة اللي بيقول لك انا هطور من منظومة الحكام وهطور من منظومة الكرة، بعد ما مشى اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام العجلة اللي كان جايبه، اللي هو كان كارثة اصلا من كوارث كرة القدم المصرية. حرفيا يتحط من ضمن اكبر الكوارث في كرة القدم المصرية ان الراجل ده كان ماسك رئيس لجنة حكام، رئيس لجنة تحكيم في مصر. بعد ما يمشيه يمسك عصام عبد الفتاح اللي هو كان ماسك قبله اصلا، وكان كوارث في التحكيم حرفيا. صاحب روح القانون والاحتواء، كان على ايامه الاحتواء يا صاحبي ما تستغربش. عصام عبد الفتاح اللي كان خاسف الارض بالتحكيم المصري، وماشي بعد بلاوي حرفيا في التحكيم المصري، بيعود من تاني كرئيس لجنة تحكيم. انت كاتحاد مصري بتفكر ازاي؟ انت كاتحاد مصري ما بقاش عندك الهوية ان انت تفكر وتشوف مصلحة التحكيم عندك في ايه ومصلحة الكرة عندك ايه. فانت بتطلصق وخلاص. يلا يا حبيبي تعالى، اوسكار رويز مشي، حط عصام عبد الفتاح يلا بعده. الحم على طول يا باشا، ده كان لسه جاي عادي عادي، واديله ولاية جديد يا راجل. يمكن يا راجل، فيها ايه يعني؟ فكان الطبيعي ان الزمالك ينزل فروض الطاعة للاتحاد المصري علشان الاتحاد يرأف بالزمالك الموسم اللي جاي. ما هو اتحاد الكورة رأف بحال الزمالك الموسم اللي فات في وجود اوسكار رويز والكوارث اللي شفناها بقى ومحمود وافا وكل ده، وفي الاخر الزمالك خد الدوري. لازم الزمالك قال لك بس يا باشا هي ماشيه قطاطي الاتحاد الكوره، الدنيا تمشي ابقى بطل الدوري ويلا بينا يا عم. هو مفكرها كده، هو الزمالك ماشي كده. وفي ازمه الموسم بتاع بيراميدز، لما بيراميدز اشتكى ان هو بطل الدوري، دوري 2024 2025، الازمه دي كانت حصلت بسبب الزمالك. الماتش اللي كان الاهلي محتاج فيه تحكيم اجنبي، واتحاد الكوره قال لك ما لحقناش ومش عارف ايه. بعدها الزمالك طلع قال لك احنا بنأكد ثقتنا الكامله في التحكيم المصري وفي الحكام المصريين. طلع بعدها ماتشين اتنين، كل اعلام الزمالك وقناة الزمالك واداريين الزمالك وفرقة الزمالك وجماهير الزمالك لعنوا سلسفيل ابو اللي جابوا الحكام. حرفيا جابوا الحكام الارض، الحكام المصرية جابوها الارض. والحكام دول ما بيعرفوش يحكموا ومنحازين للنادي الاهلي، وهم عايزين الدوري يروح في طريق واحد واتحاد الكوره. وهو يا باشا بيشوف الطريق اللي يقدر من خلاله ان هو يكسب اتحاد الكوره بيروح يجري عليه. هو بيشوف الطريق اللي بيعجب جماهيره، هم جماهيره بيفرحوا بالحاجات دي. جماهير نادي الزمالك بيفرح بشويه اللمه اللي بتحصل دي، وشويه التحكيم وحش، التحكيم حلو، التحكيم مش عارف ايه. والله العظيم ان ما كانش اول ماتش، اول 3 4 ماتشات في الدوري اسمع كلام اعلام الزمالك عن التحكيم. بقولها لك من دلوقتي اهو، اسمع اعلام الزمالك واداره الزمالك وكل فرد زملكاوي بيطلع على الاعلام المصري اتفرج عليه وهو بيلعن في التحكيم المصري. مع ان الزمالك قبل ما الدوري يبدا اهو منزل بيان
بيحب التحكيم المصري، في قصة حب رهيبة ما بينه وما بين التحكيم المصري. الخلاصة، مفيش واحد زملكاوي يجي بعد كده يقول لك ال15 احسن من ال45، 15 حلال احسن من 45 حرام، لان ال45 الحرام دول جايين بسبب التحكيم المصري. هما جايين في وجود التحكيم المصري، زي ما انت ما بتقول التحكيم المصري عادل، والتحكيم المصري عندنا ثقة فيه، ولازم الثقة تكون موجودة، والتحكيم المصري مفيش زيه، وبلا بلا بلا بلا، وارفع شعارات بقى للصبح. هترفع شعارات للصبح. احنا واخدين 45 دوري في وجود التحكيم المصري. هو اللي كان بيحكم في ال 45 دوري هو التحكيم المصري. ما تجيش بعد كده بقى تقول لي اصل الخمسه 15 حلال احسن من 45 حرام، وكلام اللي ملوش لازمه ده زي ناديكو يعني. الخلاصه يا صديقي ان نادي الزمالك بيشوف النادي الاهلي بيعمل ايه وبيطلع بعكسه. نادي الزمالك اصلا عايش على حس الاهلي، الاهلي ينزل بيان يهاجم فيه التحكيم، وحقه، لان التحكيم كوارث وباينه للكل، باينه للكل ان التحكيم المصري مش في الضياع، التحكيم المصري في الدرك الاسفل تحت خالص، نايم تحت. لكن الزمالك يطلع يقول لك التحكيم المصري ده عسليه، عسليه ومفيش زيه. لو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك، واتمنى ان انت تقول رايك في الفيديو في التحكيم المصري بجد، سواء كنت اهلاوي او سواء كنت زملكاوي. انا مستني رايك في التحكيم المصري بجد. يا ترى التحكيم المصري تحت ولا فوق؟ انا عارف اجابتك من قبل ما تقولها. ولو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك. سلام.